العالم كله محتاجه، بس بيقاوح ويقول انه مش محتاجه. مهم قوي لينا من واحنا اطفال لحد واحنا كبار. يلا بينا سوا نحكي عن الحب شوية. الحب المفقود، ليه العنوان بائس كده؟ او مش بائس ولا حاجة. انتوا عارفين ان نسبة كبيرة قوي من الاضطرابات النفسية، مشاكل العقلية، سببها ان ناس كتير قوي ما تحبتش من غير شروط من وهي اطفال. يعني الشخص اللي هتلاقيه لقى حب واحتواء مش مشروط، يعني لما بيغلط بيتحضن ولما بيعمل الصح بيتحضن. طبعا ممكن يكون بيتعلم من غلطه، او الام والاب يعلموه من غلطه، او ايا كان مين ولي الامر بتاعه بيعلمه من غلطه، لكن بيحبه من غير شروط. ليه بقول ان الحب بقى مفقود؟ لان المعايير كترت قوي، مش بس على مستوى الاسره الواحده، على مستوى الاصحاب وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى العالم. عشان تبقى محبوب لازم تتحط لك لستة معايير كتير قوي تمشي عليها، لو ما عملتهاش ممكن تبقى يعني محبوب لفترة كده وبعد كده تقول لك لا 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 احنا دلوقتي ما بقيناش متفقين. مفيش مشكلة لما تبقوا مش متفقين، بس الأهم حاجة ما تدوش أسفين لبعض وتقطعوا حبال المودة عشان خاطر ما بقيتوش متفقين. أنا مش بس بشتغل في مجال الكوتشنج، المنتال كوتشنج أو المايند كوتشنج، أنا كمان بشتغل إرشاد أسري. عارفين أنا قعدت مع كام أم وأب وأطفالهم ولقيت العلاقة بينهم هي السبب الأساسي في إن الولد أو البنت عندهم مشاكل في التعلم، عندهم مشاكل في الإدراك، عندهم مشاكل مع أصحابهم في المدرسة. أنا مش جاية دلوقتي عشان أقلب عليكم المواجع، بس أنا جاية أقول إن إحنا نقدر نبتدي من دلوقتي مع نفسنا الأول، ونعرف يعني إيه أصلا حب. يعني إيه كلمة حب نفسك اللي فلقونا بيها؟ يعني ترعى نفسك، ترعى نفسك وتبقى مسؤول عن نفسك وتبقى ملتزم ناحية نفسك. مع الحب هو التلاتة دول: رعاية، مسؤولية، التزام. أي حاجة بره التلاتة دول ده مش حب، أو خلينا نقول حب منقوص، أو حب احتياج، أو حب امتلاك. أشكال كتير قوي غير إن هو يبقى الحب الحقيقي. ترعى نفسك، تعمل كل الحاجات المفيدة ليك، تقوي صحتك، تقوي عقلك، تقوي نفسيتك، تقوي جسمك، تشوف ايه الحاجات اللي ممكن تحقق لك اكتفاء وقوة نفسية وتعملها.